في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن موضوع نفسي ممكن يكون معقد شوية ومؤلم، والأهم إنه غالبا بيتحكم عليه غلط: اضطراب الشخصية الحادية أو الBPD. خلونا مع بعض نحاول نفهم إيه اللي بيحصل ورا الكواليس ونشوف العالم من وجهة نظر مختلفة تماما. الجملة دي اللي قالتها واحدة من أكبر الخبراء في المجال بتدخلنا في قلب الموضوع على طول. تخيلوا كده إن الواحد عايش من غير جلد عاطفي يحميه. كل كلمة، كل لمسة، كل نظرة ممكن تسبب وجع رهيب، وجع لا يحتمل. هو ده بالظبط جوهر المعاناة في اضطراب الشخصية الحادية. الموضوع مش ضعف شخصية خالص، لأ، ده جرح مفتوح وموجود طول الوقت. أنا بكرهك بس أرجوك ما تسيبنيش. الجملة دي بتلخص الصراع الداخلي اللي ممكن يدمر أي حد. إزاي الواحد يكون خايف بشكل مرعب إن اللي بيحبه يسيبه، وفي نفس الوقت بيعمل كل حاجة ممكن تخليه يمشي. هو ده التناقض المؤلم اللي في قلب التجربة دي كلها. طيب، خلونا بقى ندخل أكتر في حكاية التناقض ده. إزاي ممكن شخص يكون بيدفع الناس بعيد عنه، وهو في نفس اللحظة محتاج لهم أكتر من أي حاجة في الدنيا؟ هو ده اللغز اللي محتاجين نفهمه. بصوا كده على التناقضات دي. يعني مثلا ممكن الشخص ده يبوظ علاقة ناجحة هو نفسه عايزها تكمل عشان بس يختبر الطرف التاني هيستحمله ولا لأ. من بره ممكن يبان تصرف مش منطقي أبدا، لكن من جوه ده منطق الخوف. كأنه بيقول لنفسه أنا هنهي العلاقة دي بنفسي أحسن ما تساب فجأة وتوجع. تمام، احنا كده حسينا بالتجربة العاطفية شوية. طيب ايه هو بقى اضطراب الشخصية الحادية ده من الناحية العلمية أو التشخيصية؟ التشخيص بيتم لو 5 من ال9 معايير دول موجودة، وده معناه إن عدم الاستقرار ده مش مجرد يوم مزاج وحش وخلاص، لأ، ده نمط متكرر pattern بيأثر على كل حاجة تقريبا في حياة الشخص، علاقاته، مزاجه، وحتى إحساسه بنفسه. ال9 أعراض دول بنقدر نجمعهم في 4 مجموعات كبيرة زي ما هو واضح قدامنا. والمشكلة إن ال4 حاجات دول، المزاج والعلاقات والهوية والاندفاعية، مش كل واحدة فيهم لوحدها، لا دول كلهم بيأثروا على بعض ويغذوا بعض، عاملين زي دايرة مقفولة. عشان كده العلاج لازم يشتغل عليهم كلهم كنظام متكامل. واحدة من أشهر السمات في اضطراب الشخصية الحادية هي آلية دفاع اسمها الانقسام أو السبليتنج. يعني إيه؟ يعني مفيش منطقة رمادية، يا إما أنت ملاك نازل من السماء يا إما الشيطان. النهاردة أنت أحسن حد في الدنيا، وبكرة ممكن تبقى أوحش عدو. وطبعا صعب جدا أي علاقة تستمر بالشكل ده. الاقتباس ده بيوصف بالظبط أزمة الهوية دي. الشخص ممكن يحس إنه زي الحرباية، كل شوية بلون وشخصية عشان يمشي مع الناس اللي حواليه. بيبقى فيه خوف مرعب إن حقيقته تتكشف، حقيقته إنه ممكن يكون مش عارف هو مين أصلاً، وده بيخليه يتمسك بأي هوية مؤقتة حتى لو كانت على حساب علاقاته وحياته. وده بيوصلنا لسؤال مهم جدا، كل ده بيجي منين؟ ايه هي أسباب الاضطراب ده؟ هل هو حاجة بنتولد بيها ولا نتيجة للظروف اللي بنعيشها؟ الإجابة زي ما بيحصل في حاجات كتير في علم النفس هي إنها خليط من الاتنين. الموضوع عبارة عن تفاعل معقد بين الاستعداد الجيني اللي الشخص مولود بيه وبين البيئة والتجارب اللي مر بيها في حياته. من الناحية البيولوجية، الأبحاث بتورينا إن في استعداد وراثي للموضوع، وحتى على مستوى كيمياء المخ بنلاقي إن الجزء المسؤول عن المشاعر في المخ بيكون نشط زيادة عن اللزوم، والجزء اللي المفروض يفرمل ويهدي المشاعر دي نشاطه أقل. وده بيفسر ببساطة ليه المشاعر بتكون عنيفة جدا وصعب السيطرة عليها. أما بقى من ناحية البيئة والتربية، فغالبا بنلاقي تاريخ من الصدمات في الطفولة، زي الإهمال أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، أو حتى مجرد إن الطفل ده كبر في بيت مشاعره فيه كانت بتترفض أو بيتعاقب عليها. البيئة دي بتخلي الجلد العاطفي اللي اتكلمنا عنه في الأول ما يتكونش أصلا. طيب، بعد كل الكلام ده الصورة ممكن تبان صعبة وقاتمة قوي، لكن هنا بقى بتيجي أهم رسالة. بالرغم من كل المعاناة دي، في أمل وفي طريق للشفاء. التعافي مش مجرد احتمال، ده حقيقة بتحصل لنا ناس كتير. النظرة للاضطراب ده اتغيرت تماما. الهدف من العلاج مش الشفاء التام قد ما هو مساعدة الشخص إنه يبني حياة هو نفسه يكون حابب يعيشها. التركيز كله بيبقى على بناء إحساس مستقر بالذات، وتعلم مهارات جديدة وفعالة للتعامل مع المشاعر الصعبة دي. العلاج بيمشي بخطوات واضحة ومنظمة. أول وأهم حاجة هي الأمان، يعني نوقف أي سلوكيات بتأذي الشخص. بعدها بنبدأ نبني مهارات جديدة عشان الشخص يقدر يتعامل مع مشاعره القوية من غير ما ينهار. ولما الدنيا تهدى ممكن نبدأ نتعامل مع صدمات الماضي في بيئة آمنة. وفي الآخر الهدف الأسمى هو بناء هوية مستقرة وعلاقات صحية. الترتيب ده مهم جدا لنجاح العلاج. الجملة دي من واحدة كانت في رحلة العلاج وهي بتلخص الموضوع بشكل عبقري. هي بتقول عذاب الاختيار هو إني فجأة بقيت شايفة إن في اختيارات. يعني إيه؟
يعني بعد ما كانت حاسة إنها محبوسة ومفيش في إيدها حاجة، بدأت تشوف إنها تقدر تختار طريقها، والإحساس ده حتى لو كان صعب ومؤلم في الأول هو في حد ذاته بداية النجاح والتعافي. وأخيراً خلونا نوسع الصورة شوية ونبص للموضوع من زاوية أكبر. يا ترى اضطراب زي ده ممكن يعلمنا إيه عن الطبيعة البشرية بشكل عام؟ الحقيقة إن الخط اللي بيفصل بين اللي بنعتبره طبيعي واللي بنعتبره مرضي ساعات بيكون رفيع قوي. كلنا بنمر بأوقات بنعاني فيها من أزمة هوية أو بنخاف من الرفض أو مزاجنا بيتقلب. اضطراب الشخصية الحدية هو ببساطة كل الصراعات الإنسانية دي، لكن في أقصى وأعنف صورها. وده بيخلينا نسأل السؤال الأهم: إزاي ممكن نبدل الوصمة والعار اللي حوالين التشخيص ده بالفهم والتعاطف؟ يمكن أول وأهم خطوة هي إننا نشوف الاضطراب ده مش كعيب أو اختيار غلط، لكن كرد فعل، رد فعل طبيعي جدا لألم مش طبيعي بالمرة.